المغرب يحشد المعدات والموارد البشرية، وقامت العديد من البلدان بما فيها المغرب بتعبئة فرق الإغاثة التابعة لها بالإضافة إلى المعدات والمواد المخصصة لمكافحة الفيضانات لمساعدة السلطات الإسبانية في فالنسيا. وتستعد السلطات الإسبانية لاستقبالهم خلال 48 ساعة القادمة. لا تزال إسبانيا التي دمرتها العاصفة دانا تواجه الآثار المدمرة الرهيبة للفيضانات في فالنسيا. وتستعد الحكومة الإسبانية الآن لتلقي المساعدات الدولية. وبحسب الصحافة الأيبيرية، تستعد السلطات الإسبانية لاستقبال العشرات من فرق الإنقاذ وتطهير المعدات ومعدات نقل النفايات خلال 48 ساعة القادمة. ويستشهد المصدر نفسه بالعديد من الدول الموردة بما في ذلك المغرب وفرنسا والبرتغال. أعلنت وزارة الداخلية في بيان صحفي أنها ستشرع في ضم خبراء أجانب بمجرد قبول حكومة فالنسي الإقليمية لعروض المساعدة الدولية المقدمة من الدول المجاورة. ودعونا نتذكر أن المغرب كان من أوائل الدول التي قدمت المساعدة لإسبانيا بناء على تعليمات ملكية سامية. وتذكر الصحافة الأيبيرية 24 شاحنة و70 مشغلا يجب أن يشاركوا في أعمال إزالة ونقل الحمأة والنفايات. وسوف يساعدون في عمليات إعادة التأهيل في مناطق الكوارث. وتم تسجيل ما يقرب من 223 حالة وفاة، بما في ذلك 200 حالة في منطقة فالنسيا في أعقاب العاصفة دانا.